ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا جدا. يلا نسمي بالله وندخل على وصفتنا على طول. حطيت طاسه على النار، هحط حوالي 3 معالق زيت، معلقتين زبده زي ما انتوا شايفه معايا كده. وصفه جميله وعلى قد بساطتها على قد حلاوتها، واللي هياكلها معاكي هيقول عليها ان هي اكله جامده او صعبه. كنت مقطعه اللحمه شرايح، دول حوالي نص كيلو. عايزه تزودي زودي، عايزه تقللي حسب راحتك انت وعلى حسب عدد افراد اسرتك. حطيت القطع اللحمه بتاعتي بعد ما كان الزبده والسمن او الزبده والزيت ساحوا وخدوا لون كده بندقي غامق شويه. هنبتدي نقلب اللحمه. طبعا الباتنية واقفه جنبها علشان ما تتحرقش منك او تتحروق منك وتبقى طعمها ممرر او ناشف. مهما بقى هتحاولي تطريها ما بتطراش معاكي، فبنفضل معاها كده واقفين جنبها ايدينا فيها علشان نقلبها باستمرار زي ما انتوا شايفه كده. وطبعا الصدمه اللي بتاخدها اللحمه دي بتقفل المسام بتاعتها، ما بتخليهاش تنزل الميه بتاعتها، وبالتالي بتفضل طريه وجوسي معاكم وجميله. خلاص بنبتدي نحمر اللحمه بتاعتنا، وببتدي اشيلها من الطاسه زي ما انتوا شايفه كده. طبعا لو انت مزوده شويه بنحمر مره، وبعد كده بنحمر بقيه الكميه بتاعتنا. خلاص كنت محضره معلقه سكر كبيره هحطها. الاكله بتاعتنا النهارده بقى اكله اللحمه بالبصل المكرمل، طاجن اللحمه بالبصل المكرمل. طبعا عشان نكرمل البصل حطينا معلقه سكر كبيره في مكان الطاسه مطرح تحمير اللحمه لحد ما يوصل اللون الغامق البني بتاعنا ده زي ما انت شايفه كده. هكون مقطعه 3 بصلات شرايح او جوانح على حسب ما انت عايزه. ببتدي اقلبهم، ونبتدي نقلب ايدينا على طول بالتقليب علشان برضو ما تتحرقش مننا زي ما انت شايفه كده. هبتدي احط 3 فصوص توم شرايح معانا. هحط كمان دلوقتي مكعب مرق. لو عندك لحمه حطي، دي مرقه الدجاج. هحطي بقى من التوابل معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره كمون، نص معلقه 7 بهارات، وربع معلقه قرفه. خلاص هحط كمان معلقه ملح، 2 معلقه ملح زي ما انت شايفه كده. ونبتدي بقى نقلب كل المكونات دي مع بعضها كده. نص الاكله بتاعتنا خلصت. اكله سهله وجميله، مع ان طعمها جميل تحفه خطيره جدا جدا جدا. جميله بمعنى كلمه جميله. تقدري تاكليها بالعيش، تقدري تاكليها بالرز الابيض زي ما انت حابه. هحط كوبايه ميه ونبتدي نقلب كل المكونات مع بعض، وببتدي يا دوبك تغلي 5 دقايق بس، وبرفعها من على النار. بكون مجهزه طاجن جنبي كده بتاع الفرن. ببتدي احط نص كميه البصل بتاعتنا في الطاجن زي ما انت شايفه، وببتدي انزل باللحمه بتاعتنا كلها في الطاجن. اكله جميله وحلوه. هحط بقيه كميه البصل بتاعتنا فوق اللحمه. ما بتاخدش وقت خالص، سهله وبسيطه ما بتاخدش وقت. هبتدي احط شويه ميه في الطاسه انزل بيها كل اللي في الطاسه بتاعتنا كده. خساره بيبقى طعمها حلو، بننزل منها كل الحاجه اللي فيها. ببتدي اغلف الطاجن بتاعنا بالورق الفويل. طبعا انت مظبطه الملح بتاعها. هبتدي ادخله الفرن، هياخد ساعه بالظبط، هيطلع بالشكل الجميل ده وبألف هنا.